مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي إن صالح والمنيعة. يأتي هذا في إطار تجسيد البرامج الممنوحة للولايات المستحدثة، ما من شأنه الحد من حوادث المرور وتنشيط الحركية التجارية والاقتصادية والتوغل في العمق الإفريقي، يقول أحمد بن مسعود. يعتبر الطريق الوطني رقم 1 أو طريق الوحدة الإفريقية شريان حياة بالنسبة للعديد من الولايات الذي يزودها بمختلف ضروريات الحياة. تجري الأشغال به في شطره الرابط بين ولايتي عين صالح والمنيعة على مسافة 42 كيلومتر من أجل تخفيف المعاناة على مستعملي الطريق التي طالت لسنوات. طريق وطني رقم 1، ماذا بنا تخدموا عليه خدمة مسقمة؟ كاين اللي مريض، كاين اللي راه عنده زياره الاهل نتاعو قارب في التله راه يعاني، وحنا أنا في اقصى الجنوب. والله في الحقيقه اننا استبشرنا عندما سمعنا بتعبيره، لان هذا يعد يعني الطريق الرئيسي والشرايين الحياه والمتنفس الوحيد بالنسبه لسكان الجنوب. احنا تمنينا ثاني ازدواجيه الطريق. إنجاز المشروع أوكلت لشركة وطنية مختصة تعمل بتقنية مطابقة للمعايير، كما تحرص السلطات الولائية لولاية عين صالح على الرفع من وتيرة الإنجاز لاستلامها في الآجال المحددة. المؤسسة عندها خبرة في الإنجاز وعصرنة الطريق الوطني رقم 1، ولهذا يعني مدينا التزاماتنا للسيد الوالي بإنجاز الطريق قبل المدة المحددة. سمينا الإجراءات لإنجاز كذلك 50 كيلومتر في إطار الشطر 2024، ونطمح كذلك أننا إن شاء الله الشطر المتبقي المقدر ب 56 كيلومتر في وضعية متوسطة، أننا خلال سنة 2025 إن شاء الله يتم التكفل به، وبالتالي تكون المسافة ما بين المنيعة وعين صالح قد تم اكتمالها وعصرنتها. طريق سيكون بمثابة الرواق الاقتصادي والعابر إلى الصحراء والأسواق الإفريقية.